بيقولوا إن جبر الخواطر على الله، بس الحقيقة إن ربنا بيخلينا إحنا أسباب لجبر خواطر بعض. ودي كانت حكاية عم منصور. عم منصور راجل بسيط شغال أرزقي، بيشيل بضاعة على قد صحته اللي بدأت تروح. في يوم كان الجو حر جدا، ومنصور ما كانش اشتغل خالص من الصبح، وقاعد على الرصيف وماسك رغيف عيش ناشف بيحاول ياكله، بس مش عارف من كتر تعبه. عدى من قدامه شاب راكب عربية غالية. الشاب ده كان زعلان ومهموم لدرجة إنه وقف بالعربية وفضل يبكي. عم منصور رغم تعبه وجوعه ساب مكانه وراح للشاب وناوله إزازة مية كانت معاه، وقال له بصوت كله رضا: اشرب يا ابني، الدنيا ما تستاهلش دموعك، ربنا بيحلها من عنده، بس انت قول يا رب. الشاب بص لعم منصور وشاف في عينه رضا غريب رغم فقره. الشاب ده كان صاحب مطعم كبير، وكان بيفكر يقفله بسبب خسارة بسيطة. كلام عم منصور البسيط جبر خاطره واداله أمل. الشاب نزل من العربية وحضن عم منصور وقال له: انت النهاردة جبرت خاطري بكلامك، وأنا مش هسيبك غير وانت مجبور الخاطر. النهاية: الشاب أخد عم منصور وشغله عنده في المطعم مشرف، وبقى ليه مرتب ثابت وسكن كريم. ومن يومها عم منصور عرف إن الرغيف الناشف اللي كان هياكله كان السبب في إنه يفتح له أبواب الجنة في الدنيا. ودي كانت حكاية عم منصور. جبر الخواطر عبادة، كلمة طيبة قادرة تبني روح كانت مكسورة. عم منصور ما كانش يعرف إن جبره الخاطر الشاب هيكون هو باب رزقه الكبير. وعشان كده يا جماعة، خلوا الكلمة الطيبة دايماً على لسانكم. محدش عارف الكلمة دي ممكن تعمل إيه في نفس اللي قدامك. اجبروا بخاطر غيركم عشان ربنا يجبر بخاطركم. يا ريت الكل يصلي على النبي في التعليقات وتدعمونا. ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد من أسرار وحكايات شيري وحكايتكم. بحبكم في الله.